اجيال كامله اتدمرت بسبب مثل عصفور في الايد ولا 10 على الشجر، وخلاهم قاعدين في وظيفه ب 2000 جنيه طول عمرهم وخايفين يتحركوا. ده كسل وخوف وتواكل. اقنعوك انك ترضى بالقليل وتتكتم في قلبك وتخاف تاخد خطوه عشان يعني العصفور اللي في ايدك ما يطيرش. الحقيقه ان العصفور اللي في ايدك ده غالبا ميت ومتملح وما بياكلش عيش. الشجره اللي عليها 10 دي محتاجه بس حد يرمي طوبه، حد يسعى، حد يجرب ويفشل ويجرب وينجح. القناعه حلوه في الرضا باللي قسمه ربنا بس بعد السعي، مش في القعده على القهوه وتسمي الكسل رضا بالاسم. رضا مين يعني؟ لو مسكت في العصفور الميت ده هتعجز وانت لسه واقف في نفس الطابور، وهتشوف الناس اللي خطرت وطلعت الشجره وهم بياكلوا بيمسحوا ايديهم فيك كمان. سيب العصفوره اللي في ايدك واطلع ارمي حجر على الشجره. الحركه بركه والقعده هتكسح اهلك. انا عايزك تعمل زيي. انا قعدت 35 سنه بشحت في وظيفه لحد ما جبت اخري وسبتها. الحقيقه هم طلعوني معاش ولسه بشحت. فينوبك ثواب يا ابني؟ اعمل كومنت ولايك وهي لايكات قليله تعمل كومنتات كتيره، ومن قدم شير بيداه التقاه.